عملنا مع بعض كده يا حبايب قلبي طاقية السلطان بطريقة جميلة جدا، ان شاء الله هتعجبكم. شايفين الجمال؟ هندخل بقى كده بسرعة مع بعض على المقادير. معانا كده بولة هننزل بيها بنص كوباية مية دافية، هننزل عليها بنص كوباية لبن، وهننزل عليهم بربع كوباية زيت او سمنة، اي حاجة متواجدة عندك. هننزل عليهم ب3 معالق سكر، ننزل عليهم كمان يا حبايبي بكيس فانيليا. نقلبهم كده مع بعض الاول. بعد كده بقى ايه معانا بيضة، فصلنا كده الصفار عن البياض ونزلنا بالبيض بس، وهنغطي على الصفار وهنركنه، هنستعمله في اخر الفيديو. وهننزل عليهم بكيس الفانيليا، وننزل عليهم بكيس خميرة فورية او معلقة كبيرة. وبعد كده بقى هنقلبهم لحد السكر ما نتأكد ان السكر داب تماما. معانا بقى 3 كوبايات ونص من الدقيق. احنا قلنا بقى نعمل طاقية السلطان، يا رب بس تطلع ترند كده زي ما هو ترند. قلت اما اجربها معاكم وطلعت جميلة جدا. معانا بقى كده معلقة خل، ومعانا ذرة ملح، وهنقلب بقى كده يا حبايبي. انا ما نزلتش بالمقادير الدقيق كلها، انا خليت شوية. بعد كده بقى ايه لو احتجتهم هحطهم. هنقلب كده الدقيق على المكونات السائلة بتاعتنا. هنشرب الدقيق الاول، وبعد كده هننزل بباقي الكمية. انا كده نزلت ببقية الدقيق كله. كده خدت معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، يعني نزلنا بنص كوباية لبن، نص كوباية مية، ربع كوباية زيت، ونزلنا بكيس خميرة فورية او معلقة، وكيس فانيليا، وبيضة. معانا بيضة واحدة، خدنا البياض وسيبنا الصفار. بعد كده هنقسم العجينة بتاعتنا النصين، ومعانا معلقتين كاكاو خام، هنعملها نصين متساويين. بعد كده بقى هندخل الكاكاو. العجينة بتاعتنا احنا لما تبقى ايه هننزل عليها بمعلقتين زيت، ولو حسينا ان الكاكاو خلاها قاسية شوية هننزل عليها بمعلقتين مية او معلقتين حليب. لازم بقى تتأكدي ان الكاكاو دخل في قلب العجينة كلها. معلش هي تاخد وقت معاكي شوية على ما تدخلي الكاكاو في قلب العجينة. كده بقى شكلها اهوت بعد ما دخلنا فيها الكاكاو. هندهن البولة بتاعتنا زيت يا حبايبي، وبعد كده هنحطها فيها. وهنيجي بقى على العجينة البيضة بتاعتنا، وهننزل عليها بمعلقتين زيت، وهنقلبها كده ببعضها. وبرضه هننزل في البولة بزيت وهنغطيها. هندهنها كده، هندهن الوش بتاعنا زيت علشان العجينة بتاعتنا ما تقشفش. شايفين بقى الطراوة بتاعتها جميلة ازاي، وقد ايه العجينة بتاعتنا ناعمة. هندهن بقى البولة زيت كده، وهندهن وش العجينة زيت، وهنغطي عليهم، وهنسيبهم لمدة ساعة حسب ما يخمروا معاكي. كان الجو ساقع معانا، خدوا معانا كده ساعة في الخمر. هنحطهم بقى في مكان دافي، وهنغطيهم كويس. انا كده غطيتهم بكيس تلاجة الاول علشان وش العجينة يفضل طري معايا. بعد كده بفوطة نظيفة او اي حاجة عندك، وهنحطهم في مكان دافي زي ما قلتلك، وهتسيبهم لحد ما يخمروا تماما وتتأكدي ان هم خمروا حلو. وبعد كده بقى هنفردهم، هنرش شوية دقيق بساط جدا، وهنفردهم على شكل مستطيل. احنا هنفردهم مستطيل، مش هنفردهم دواير. رشة دقيق خفيفة جدا، وهنفردهم بقى بالنشابة، وهنخليهم الاتنين قد بعض بالظبط في الفرد، بسمك حوالي نص سنتي. العجينة بتاعتنا عشان خمرة ومرتاحة هتتفرد معانا بكل سهولة، مش هتتعبك خالص في الفرد. شايفين بقى قد ايه العجينة بتاعتنا ناعمة وجميلة. لو وصلتوا بقى معايا لحد هنا، يلا يا حبايب قلبي حطوا اللايك والتعليق الجميل بتاعكم. هنفردها بقى كده بمستطيل نص سنتي زي ما قلت لكم، ونركنها بقى ترتاح شوية. وهنفرد العجينة
التانية اللي احنا حطينا عليها كاكاو. نفردهم بقى كده الاتنين يا حبايب قلبي. وانا عملت معانا كده صوص شوكولاتة جميل جدا واقتصادي. عملت نص كوباية لبن، نص كوباية زيت، نص كوباية سكر، ونزلت عليهم ب3 معالق كاكاو خام. وبعد كده ضربتهم لحد ما ما هنعمل صوص الشوكولاتة اللي هتشوفوه دلوقتي. هفرد بقى العجينة كده اللي بالكاكاو. الكاكاو خام يا حبايب قلبي مش محلى. انا كده بريح العجينة عشان تتفرد معايا بكل سهولة. هفرد كده في العجينة البيضة شوية وفي العجينة البني شوية. بتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، وبتمنى تكون الطريقة سهلة وبسيطة كده. شايفين قد ايه بتتفرد معانا بسهولة. انا كده بقى هروح افرد في العجينة البيضة شوية. كل ما تريح معاكي كل ما تتفرد معاكي بكل سهولة. احنا بنفردها بالمستطيل زي ما شفتوا كده. بعد كده بقى هنحط العجينة الاتنين على بعضهم، وهنفردهم برضو على بعضهم بالنشابة عشان يتماسكوا ببعض. شايفين الجمال؟ انا ماشيه معاكم خطوه خطوه اهو. جبت بقى كده العجينه التانية وحطيت عليها، وهمشي عليها النشابه زي ما قلت لكم. تقدري بقى هنا كده، احنا هنفرد صوص الشوكولاته، تقدري كده ايه تحطي شويه سكر، معلقه سكر كده على شعره قرفه، وترشيهم كده برضو على العجينه، بتديها طعم حلو قوي. بس انا بقى استكفيت بصوص الشوكولاته اللي عملته. مع كده شوكولاته انا بشرتها بالمبشره، ورشيت برضو شويه منها. شايفين انا بطبعها كده على بعضها حلو. ده بقى كده صوص الشوكولاته اللي انا قلت لكم عليه. نص كوبايه سكر، نص كوبايه لبن، نص كوبايه زيت، 3 معالق كاكاو خام، وهنضربهم في الخلاط لحد ما ناخد الصوص التقيل الجميل بتاعنا ده زي النوتيلا بالظبط. معايا شوكولاته كده انا بشرتها بالمبشره، ورشيت شويه عليهم كده. اي حاجه عندك بقى، شوكولاته شيبس، اي حاجه بتحبيها. الحشوه دي ترجع ليكي طبعا ولذوقك، تقدري تحطي اي حاجه. بعد كده بقى يا حبايب قلبي هنلفها. احنا هنلف الحته اللي احنا دهناها بس. لو لاحظتوا كده احنا دهنا نص العجينه بس عشان هنلفها بس كده. بعد كده بقى هنعمل بالعجله بتاعه القطاعه بتاعتنا ديت بتاعه القرايش اللي بنعملها. هنعمل بيها شرايح كده. شايفين؟ علشان العجينه بتاعتنا مرتاحه، مش هتتقطع مننا ولا اي حاجه. وهنلفها بقى كده، هنبرمها كده ونسيبها. شايفين؟ كأنك بتضفري الفرة بالظبط، تبرميها كده. العجينة عشان مرتاحة بتتلف معانا بكل سهولة، مش بتتقطع خالص مننا. وده سر من سر نجاح العجينة بتاعتنا. انا ماشية معاكي خطوة خطوة علشان تحصلي على احسن نتيجة. شايفين الجمال؟ هنلفها بقى كلها كده لحد ما نخلصها. بعد كده بقى هنلف العجينة نكملها. وده كده الشكل بتاعها بقى. هنلفها ونتنيها على بعضها. هنعملها زي دايرة كده. معانا صينية مدهونة سمنة، لو عندك ورقة زبدة تقدري تحطيها، بس طبعا هي مش هتلزق معاك ولا اي حاجة. دي اصغر صينية في الطقم بتاعنا. عملناها كده على شكل دايرة،
وهنغطيها بقى وهنسيبها تاني تخمر. هتقعد برضو تاني حوالي ساعة لحد ما يتضاعف حجمها. نحطها برضو في مكان دافي ونسيبها. وكده بقى ده يا حبايب قلبي كده بعد ساعة شايفين قد ايه حجمها تضاعف. احنا كده بقى مولعين الفرن بتاعنا عشان يسخن. معانا كده صفار البيضة اللي غطينا عليه زي ما قلت لكم. هننزل عليه بمعلقتين 2 حليب، وكيس فانيليا عشان زفرت البيضة. بعد كده بقى ايه هندهنها بالراحة كده. وهندخلها الفرن بقى. هتاخد حوالي ساعة الا ربع في الفرن او ساعة علشان تستوي حلو. وهتطلع بقى معانا بالجمال ده كده. معانا معلقة سمنة هندهن بيها الوش عشان نلمعه. ولو مش حابة السمنة تقدري تبخيها كده بالبخاخة مية وتغطي عليها لحد ما تهدى خالص. بس انا ايه حبيت ان انا احط كده ادهنها بمعلقة سمنة زبدة عشان تطعمها. غطينا عليها كده يا حبايبي. وده بقى كده الشكل بتاعنا النهائي بتاعنا الجميل. شايفين صوص الشوكولاتة اللي عملناه شكله عامل ازاي جواها. كانت جميلة جدا جدا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس والتعليق الجميل منكم يا حبايبي علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير. شكرا لاحلى متابعين واستنوني في فيديوهات تانية.